زيزو والعين الاماراتي، القندوسي بيماطل الزمالك، متسيبي يحسم مصير مقر الكاف. كل ده واكتر خليكم معانا. زيزو والعين الاماراتي. امبارح قلنا حقيقة العروض العربية لزيزو، وخرج كتير من الاعلاميين اشاروا الى اتفاق زيزو مع العين الاماراتي. بعد ساعات من كشفنا لحقيقة العروض العربية لزيزو، خرجت تقارير اعلامية بتأكد وجود اتفاق مبدئي ما بين اللاعب ونادي العين الاماراتي. احمد حسام ميدو عضو لجنه التخطيط بنادي الزمالك اجرى اتصال هاتفيا باحمد سيد زيزو لمواجهته بانباء توقيعه للاهلي وحصوله على مقدم التعاقد. الاعلامي احمد شوبير اشار الى ان الاتفاق مع العين الاماراتي متقدم جدا والاعلان الرسمي قد يكون قريب. هل تتوقع رحيل زيزو عن الزمالك نهايه الموسم؟ الزمالك بيعاقب مصطفى شلبي بعد ازمه بيسيرو. امبارح الظهر قلنا تفاصيل جلسه بيسيرو مع لاعبي الزمالك وغضبه من بعض اللاعبين بالتحديد، وبالليل اكد الجميع صحه ما قلناه. المدرب البرتغالي بيسيرو رفض تماما اي اعتراضات من اللاعبين على قراراته الفنيه، واكد بانه مش هيسمح باي تمرد داخل الفريق. وده ظهر عندما كشف الزمالك عقاب مصطفى شلبي والخصم منه واستبعاده من حسابات مباراه القمه، ثم مقاطعه اللاعب لحساب النادي على مواقع التواصل الاجتماعي. مقاطعه اللاعب لحسابات نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي هيزود من التوتر داخل الفريق قبل لقاء القمة. هل ترى ان قرارات بيسيرو صحيحة ام استبعاده للاعبين قد يضر الزمالك قبل مواجهة الاهلي؟ اكتب لنا رايك في التعليقات. القندوسي يماطل الزمالك وعروض خليجية في الطريق. الزمالك فتح خط اتصال مع احمد القندوسي من خلال وكيله ويريد اتمام الصفقة سريعا، واللاعب بيرفض الجلوس مع اي مسؤول حاليا ويفضل الانتظار حتى نهاية الموسم بسبب وجود عروض سعودية وايضا قطرية اقوى ماليا. هل ترى ان الزمالك قادر على اقناع القندوسي ام ان المال الخليجي سيحسم الصفقة؟ متسيبي يحسم الجدل، لا لنقل مقر الكاف من مصر. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الجنوب افريقي باتريس متسيبي رفض بعض محاولات الاتحادات نقل مقر الكاف من مصر، واكد ان الدعم الذي يلقاه في القاهرة افضل مما كان يحلم به الجميع. التصريح ده جاء قبل الجمعيه العموميه واللي فيها هيتم انتخاب متسيبي رئيسا للاتحاد الافريقي بالتزكيه. هل تعتقد ان احنا هنلاقي محاولات تانية لنقل مقر الكاف ولا الملف ده اتقفل نهائيا؟ ودي كانت كل كواليس حلقه النهارده. ما تنساش تشاركنا رايك في التعليقات. سؤال الحلقه: هل تتوقع استمرار زيزو مع الزمالك ام ان انتقاله اصبح مساله وقت؟